أنا سارة، ودي حكايتي مع البيت القديم. في الصيف رحت أقعد مع جدتي في قريتهم البعيدة عن الزحمة. أول ما دخلت البيت حسيت بحاجة غريبة، هدوء مش طبيعي وريحة خشب قديم مالية المكان. بس اللي شدني أوضة في آخر الطرقة، بابها مقفول بقفل صدي. سألت جدتي، قالت لي ما تقربيش منها يا سارة، وغيرت الموضوع. بس أنا فضولي قتلني. تاني يوم لقيت تحت السرير صندوق فيه صور قديمة ودفتر ومفتاح صغير نحاسي. قلبي قالي إن ده مفتاح الأوضة. استنيت جدتي تنام ومشيت بهدوء ناحية الباب وفتحته. جواها كانت أوضة مهجورة، تراب، ستاير مقطعة، وعلى الحيطة صور وشوش بس من غير عيون. ولقيت جملة مكتوبة: رجعوا اللي خدتيه قبل فوات الأوان. حسيت إن في حاجة بتتحرك في الضلمة. جريت على الباب بس ما كانش بيفتح. فجأة فتح لوحده. خرجت مرعوبة والمفتاح اختفى، ومن ساعتها حسيت إن البيت صحى. ودي كانت البداية. استنوني في الحلقة الجاية لما أعرف مين كان بيراقبني من أول لحظة وصلت فيها. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الحلقات أول ما تنزل.